تخيل إن أقوى مقاتل في العالم، الراجل اللي سرعته كانت أسرع من الكاميرات نفسها، يموت بسبب حباية مسكن ألم. أيوة، دي مش قصة فيلم، دي القصة الحقيقية لوفاة بروس لي. لكن الصدمة الأكبر إن ابنه مات هو كمان بطريقة غامضة بعدها بسنين، ومن هنا بدأت تظهر نظرية مرعبة لعنة عائلة بروس لي. لكن علشان نفهم اللغز ده لازم نرجع للبداية. بس قبل ما نكمل حلقتنا اعملوا اشتراك للقناة وقولوا لنا تحبوا تعرفوا عن مين تاني. بروس لي اتولد سنة 1940 في سان فرانسيسكو، لكنه اتربى في هونج كونج. ومن هو طفل كان مختلف، مشاغب، سريع، ودايما داخل في خناقات. قبل ما يتم 18 سنة كان شارك بالفعل في أكتر من 20 فيلم. لكن نقطة التحول حصلت بعد خناقة عنيفة وهو صغير. وقتها قرر يتعلم فن القتال وينج تشون على يد المعلم الأسطوري إيب مان. لكن بروس لي كان مختلف حتى في القتال، كان شايف ان الفنون القتالية تقليدية بطيئة ومليانة قواعد. فبدأ يقرأ ويبحث لحد ما قرأ أكتر من 2500 كتاب عن القتال والفلسفة. وفي النهاية اخترع أسلوبه الخاص جي كوندو، اللي معناه طريقة القبضة المعترضة. وفلسفته كانت بسيطة جدا: كن مثل الماء. المياه ممكن تبقى نهر أو بحر أو حتى نقطة، لكنها دايما بتتأقلم. قوة بروس لي كانت شبه مستحيلة. كان يعمل تمرين الضغط على صباع واحد أو صباعين بس. وكان عنده ضربة أسطورية اسمها 1 إنش بانش، ضربة من مسافة 3 سنتيمتر قادرة تدفع راجل وزنه 90 كيلو لورا. سرعته كانت مرعبة لدرجة إن المخرجين كانوا بيطلبوا منه يبطئ ضرباته علشان الكاميرات تعرف تصورها. أفلام زي ذا بيج بوس ووي وذا دراجون حولته الأسطورة. لكن الفيلم اللي غير تاريخ السينما كان انتر ذا دراجون، الفيلم اللي فتح الباب قدام نجوم آسيا للعالم كله. لكن قبل ما يشوف النجاح الحقيقي للفيلم، بروس لي وقع فجأة. السبب الرسمي كان تورم في المخ بسبب حساسية نادرة من مسكن ألم. لكن ملايين الناس بياخدوا نفس الدواء ومحصل لهمش حاجة. بعد 20 سنة ابنه براندون لي يموت أثناء تصوير فيلم بعد إصابته برصاصة من مسدس المفروض إنه فاضي. ومن هنا بدأت تظهر نظريات: هل كانت صدفة ولا فعلا لعنة حطمت عائلة بروس لي بسبب كشفهم لأسرار الكونغ فو؟ وما تنسوش لو الفيديو عجبكم قولوا لنا في التعليقات، واشتركوا في القناة وقولوا تحبوا تسمعوا عن إيه تاني.